مرحبا، وصفتي اليوم السميت ريحته بتجنن وسهل كتير وطلع معي أذكى من برا. تابعوا الفيديو خطوة بخطوة لتشوفوا الطريقة معي. أول شي جهزت الطحين، حطيت الخميرة والملح، حركتهم شوي ليمتزجوا المكونات، بعدين ضفت المي، ضفت كمان فوقهم زبدة، وحركت كمان شوي بالمضرب اليدوي ليمتزجوا سوا. بعدين بدأت أعجن بإيدي لتشكلت العجينة، غطيتها بورق النايلون كتير منيح، وبعدين حطيت فوقها قطعة فوطة وتركتها مدة ساعة لترتاح. وبعد ما ارتاحت العجينة معي جهزت الأغراض عشان أعجن، وشلت ورق النايلون والفوطة من عليها، وبديت أقطع العجينة قطع. أخدت معي تقريبا 8 قطع، وممكن انتوا حسب بتحبوا أصغر أو أكبر، حسب كيف بتحبوها ممكن تقطعوها. يعني ممكن 6 قطع، 8 قطع، 10 قطع، حسب ما بتحبوا. بعدين أخدت كل قطعة وبديت أشكلها كرة. ضميت الأطراف كلها على بعض، وبعدين بديت أعجن فيها شوي بسيط مش كتير لتاخد شكل أسطواني، وسكرت أطرافها من الجهتين. الشكل الأسطواني لازم شوي يكون عريض وتظبطوه وترتبوه. بعدين حطيتها بصينية وخلصت كل الكمية وجهزتهم. بعدين غطيتهم بفوطة وتركتهم تقريبا 10 دقايق ليرتاحوا. بهاي الأثناء شغلت الفرن من تحت على درجة حرارة 230، وجهزت صينية مثل ما انتم شايفين، وحطيت فيها مية مغلية. وهاي الصينية حدخلها بالفرن، والفرن شغال من تحت على درجة حرارة 230. ححطها بالرف السفلي الملامس للنار عشان البخار يطلع منها وتضلها بالفرن وقت الخبز. هلأ حدخلها بالفرن، حتركها في الرف السفلي. وهون بعد ما قطع العجينة تخمروا، طبعا إيدك لازم تدهنيها بزيت، كل ما تنشف لازم تدهنيها بزيت عشان تنفرد العجينة وتعمليها مثل هيك حبل كتير طويل. وإذا قدرتوا أرفع من هيك كمان بصير وبيكون أحسن. طويت الطرفين على بعض وصرت آخد طرف وأدخله جوا العجينة حوالين العجينة الدائرة بشكل ضفيرة، الجهتين، من الجهة اليمين ومن الجهة اليسار. وبعد ما خلصت سكرت الطرفين المفتوحين على بعض، سكروهم كتير منيح عشان ما تفلت معكم العجينة. وبعد ما خلصت بديت أفرد شوي العجينة الدائرة بإيدي مثل ما انتو شايفين، وغمستها بالدبس اللي مدوب بمي. غمسوها كتير منيح عشان تشرب الدبس. وبعدين حطيتها بصحن مليان سمسم، غمسته وغطيتها كلها من كل الجهات، من فوق ومن تحت ومن الجناب ومن جوا كمان. جهزت صينية وحطيت ورق زبدة عليها، وحطيت قطع السميط عليهم الجاهزين. بعد ما خلصت الكمية غطيتهم بفوطة وتركتهم 25 دقيقة ليتخمروا. بعد ما مضى ال25 دقيقة هلأ حدخلهم على الفرن في الرف الوسطاني لمدة من 8 ل10 دقايق بالضبط. بعدين حطفي من تحت وحشغل الشواية وحتركهم ياخدوا لون ذهبي من 3 ل5 دقايق، وبعدين حطلعهم من الفرن. وهيك السميد صار جاهز معي. ما بتتخيلوا قديش طري من جوا ومن برا كتير بقرمش، وحيزبط معكم من أول مرة. سامعين؟ قدمته مع الجبنة والبندورة والزيتون. وهيك كانت وصفتي لليوم، سميت. بتمنى انكم تجربوه وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نلتقي إن شاء الله بالفيديو الجاي على خير، وباي باي.